ليه العميل بيختفي بعد ما ابعت له السعر؟ كواحد شغال في التسويق المبيعات بقالي 15 سنة أقدر أقول لك إن ده بيرجع لأسباب غالبيتها بتبقى نفسية ومالية. طيب أهمها، واحد ممكن يكون السعر أعلى من الميزانية المحددة أو المتاحة فيقرر إن هو يسكت بدل ما يدخل معاك في التفاوض. اتنين، العميل مش مقتنع بإن خدمتك تستحق السعر وهو شايف إن الخدمات اللي بيقدمها منافسين بسعر أرخص. تلاتة، هو خايف من الفشل لو استثمر أمواله في الخدمة وما حققتش النتيجة المطلوبة، خاصة لو كان ليه تجارب سيئة قبل كده مع شركات تانية. أربعة، هو عدم توافر نية الشراء، العميل بيسأل عن السعر للفضول مش أكتر. خمسة، تغيير الأولويات الخاصة بالعميل أو تغيير الظروف فجأة. طيب تعمل إيه أو إيه النصايح اللي تبدأ تتعامل بيها؟ رقم واحد، المتابعة بالفولو اب. ابعت رسائل متابعة باستمرار مع عميلك وقدم له نصايح أكتر وعرفه إن أنت خبير في المجال أو الخدمة اللي أنت بتقدمها. اتنين، وضح القيمة من الخدمة اللي أنت بتقدمها قبل ما تقول السعر للعميل، ركز على الفوائد وتجارب العملاء السابقين. تلاتة، قدم عروض وحلول مالية بديلة زي باقات أقل أو أنظمة تقسيط. لو عايز PDF مخصص للمتابعة ابعت لي أو اكتب لي كومنت وأنا هبعته لك إن شاء الله. السلام عليكم.